كأس العالم 2022 بقطر، وأدار مباراتين الثمن النهائي بين اليابان وكوريا، وكان الحكم الرابع في نهائي المونديال بين فرنسا والأرجنتين. أنت يا سيدي الكريم لست في البومبونيرا ولا في المونيمونتال، الملاعب الأرجنتينية الأكثر شهرة، بل أنت في الأول بارك في قلب العاصمة السعودية الرياض. أجواء كهربائية هستيرية تليق بهذه البرازيلي قلب الدفاع. نادر الشارع ترجع عكسية رونالدو في الاقتناص، بانيجا يسر الهجمة نصراوية، بروزوفيتش تعدي الكرة، ساديو ماني، رونالدو والحارس العملاق الراية فيها جول، ضربة جزاء. لا هنالك راية التسلل غريب وبعيد، غنام القادم من الخلف، كرة بروزوفيتش والتصويب والحارس رائعة، كيم سونغ جو السد العالي الكوري الجنوبي. رونالدو يتقدم، رونالدو جول العالمي، عالم لوحده. رونالدو نجم السعودية بأقدامه القوية، أصفر اللون من أجمل ما يكون، في كالعادة أمجاده ويفرح جمهوره. رونالدو كونان أفضل خلف لأليكسيس، رونالدو التدخل من فاز سكور، هنالك راية على رونالدو. كريستيانو رونالدو يعدي والركنية في النصر العالمي بالراس، جول رونالدو وحده التورنادو، شيء كبير يا عمري، النصر يفرض على الشباب كامل العذاب، نصراوي متحدي رافض ياسر وعرضية للفرقة النصراوية، السرعة في الإيقاع، ماني لولا القراءة. رونالدو مخالفة ضد نادر الشناري ينال الإنذار. عبد الرحمن الفنان، رونالدو ضربة جزاء، كريستيانو رونالدو العجب العجاب، رونالدو المتحدي يتقدم يمشي، رونالدو جول رونالدو يفجر الشباك، هو القناص، هو مرعب كل المتابعين وكل الحراس. ثنائية رونالدو في ديربي العاصمة، كرة رونالدو، ماني جول رونالدو ماني، والكرة في الشباك، السنغالي أكبر فتاك، ثلاثية نصراوية عالمية يا ولدي، عالمية ستفتش عنها يا كيم سونغ جو. رائعة ونواف، كرة أولى، ثانية تسويق، أزجور، كرة مراوغة، التسويب، بانيجا في القائم الثاني، جول الكرة الغنم.
والتصويب الكرة الجنوبي كيم سونغ جو يضع الكرة في الركنية. برازيفيتش عالية بانيجا تصدي دفاعي لأيمريك لابورت إرفتل. هذا هو البركان النصراوي السنغالي ديالو. سهلة هذه الكرة من جانب فريق النصر. برازوفيتش ماني بالكرة الجماعية والدفاعي ساتا في على بانيجا رونالدو والراية لرونالدو. نذكر أن نادي الشباب استقطب كوستا كويا. ماني رونالدو في القائم الثاني. ساديو يوسف التصويب رائعة من كيم سونغ جو. هذه كرة اوتافيو رونالدو غدر رونالدو فارس المشوار جاء من بعيد قوي جدا. كرة رائعة من اوتافيو برازوفيتش. كرة واوتافيو وضربة جزاء عبد الرحمن غريب يصدق جول. الحكم اسماعيل الفتح يلغي الهدف. كريستيانو كرة الرابع غريبة وعجيبة. وحده الدوري الذي قادر أن ينافس أكبر الدوريات الأوروبية. وحده اوتافيو وحده جول رونالدو. الراية على رونالدو. الراية على البرتغالي. هز الشباك رونالدو. اوتافيو هو اللي كان في تسلل وليس عاد الكرة براس رائعة. هاتم بابري رونالدو كرة لساني ماني ولا ماني بعيد الكرة عليه. والورقة الحمراء بالفعل. إيفير بانيجا يغادر الميدان. الخطورة بالكرة رونالدو رابع جول سلطان الغناية. النصر بعقلية أوروبية يريد دائما الأهداف. جو هاتم بابري بالراس مخالفة. Thiago Alcantara, 29 years old, was founded in the Barcelona academy, and everyone thought that he was the legitimate heir to Xavi in Barcelona because they were there, but their eldest was leaving in 2013 for Bayern Munich, Pep Guardiola. If we go back in time, we will remember the sadness of all Barcelona fans as he participated in his departure. Guardiola considers him one of the best players he has ever coached, and Pep has admired him since he was 21 years old. Last season, Alcantara participated with Bayern in 24 matches, 20 starting matches. Bayern did not lose in any of the 20 matches in which Thiago started as a starter, with a grade point average of 2.6, while they lost in the 4 matches in which Thiago did not participate as a starter. Bookmark tabs the most important characteristics of Thiago Alcantara. Movement. Thiago Alcantara is a very mobile player and covers long distances during the match due to his good fitness rate. His heat map for last season in the German league is sufficient evidence of this point. Controlling the tempo of play. Alcantara is a true leader in the midfield in terms of controlling the tempo and speed of play with complete fluidity.
This trait is very rare in current midfielders and is only possessed by players like De Bruyne, Toni Kroos, Modric and a few others.